عايزين نقول بعد 25 يناير أول بنت مسيحية تقدر ترجع لنا لإيد أبوها وإيد المسيح تاني من جديد، رغم تحاول قد إيه تجارب كتير قوي كانت عايزة تاخدها الإسلام، وهي فكرت وعشان قلبها من جوه في المسيحية مزروعة جواها، فهي قدرت تقاوم كل الشر ده وربنا تمجد معاها ورجعها بيتها. فتعرض جاكلين يعني الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. يعني تقول لنا باختصار شديد في خلال الأيام اللي يعني اتخذت ازاي من البيت؟ أنا كان آخر يوم امتحاني، كان عندي امتحان رياضة، كان آخر يوم وأنا طالعة من المدرسة. كان في مشكلة كبيرة بين الشباب، كان ولاد كتير ماسكين سكاكين ومطاوي وحاجات كتير، وكان في شاب كان مهددني من زمان من ان هو يخطفني، بس انا كنت دايما بتجاهل الموضوع ده. كنت في مرة رحت وقلت لماما ان الشخص ده هددني بالخطف، بس احنا كلنا تجاهلنا الموضوع لحد ما في يوم قدر انه يعملها فعلا وجيلي قدام المدرسة. جالي بتست، كان في مشكلة كبيرة والناس كان كتير وما كنتش عارفة اتحرك ازاي. كان كل ما امشي شوية كان يمشي بالعربية قدام، كان بيحجز عليا لحد ما كان نظراته ليا تخوف وترعب. اترعبت منه اكتر، ما كنتش عارفة اجري ولا كنت عارفة اعمل حاجة غير ان انا اللي عملته ان انا ركبت معاه. كان نظراته ليا تخوف وترعب. اترعبت منه اكتر، ما كنتش عارفة اجري ولا كنت عارفة اعمل حاجة غير ان انا اللي عملته ان انا ركبت معاه. كان نظراته ليا تخوف وترعب. اترعبت منه اكتر، ما كنتش عارفة اجري ولا كنت عارفة اعمل حاجة غير ان انا اللي عملته ان انا ركبت معاه. طيب تقولي لي بس انت بقالك كام يوم بره بيت ابوكي وامك وبيت العيلة؟ يعني النهارده اليوم ال13. النهارده. طب تقدري تقولي لي باختصار شديد في خلال 13 يوم قد ايه المحاولات اللي كانت بتجيلك، وانت كنت قاعده فين في المكان اللي كنت قاعده فيه؟ ايه الظروف اللي كنت عايشه فيها يعني؟ هو الشخص ده وداني في مكان ان اوضه كده منظرها صعب ومستفز وريحتها كانت اصعب، كانت تقريبا ريحتها حشيش حاجات كده. المهم المكان نفسه كان كل اللي حواليه حشاشين وناس صعاب جدا، كل اللي حواليه حشاشين وناس صعاب جدا. كان علشان يغير المكان ده راح لناس تانية علشان ناس سمسرة قالوا له ما ينفعش تاخدها اي حتة تانية غير بورق رسمي. كان في شخص الله يسامحه هو اللي اداله الأوضة دي، بس طبعا من صعوبة ريحة الأوضة ما كانش حد قادر يستحملها، فحاول ان هو يسعى في مكان تاني احسن. ما حدش رضي يديله الفرصة دي خالص. الناس اللي هو راح يحكي لهم الموضوع ده اخدوني منه غصب عنه. يا حاجة من الاتنين، يا استسلم يا اما ارجع لاهلي تاني. يا حاجة من الاتنين، يا استسلم يا اما ارجع لاهلي تاني. يستسلم يا اما ارجع لاهلي تاني. يستسلم يا اما ارجع لاهلي تاني. طبعا هو حاول بقدر امكانه ان انا استسلم، انا ما اديتلوش الفرصه دي نهائي. قدامي لشيوخ كتير جدا وناس كتير حاولت معايا ان انا اغير ديني واغير حياتي، بس انا فضلت واثقه ان ربنا هيقف معايا ومش هيسيبني لحظه من عمري. فضلت متمسكة بيسوع لحد النهاية. بعدين جه حاول بقى يعمل مشاجرات كتير مع الناس ديت لحد ما خلاص اخدوا قرار ان هم يجيبوني لاهلي تاني. طيب انا بس عايز اعرف، انت قلتي لي ان هم كان بياخدك للشيوخ، انا عايز اعرف هو بالفعل كان بياخدك للشيوخ ولا الشيوخ كان بيجي لغايه المكان ويقدروا يقنعوكي او يعني يعرفين بالظبط؟ في ناس بتجيلي وكان في ناس
كان هو بياخدني النادي. طب ازاي انت بتقدري تمشي معايا؟ يعني انا عايز اعرف ازاي. بعربيه. يعني كان بياخدك ازاي؟ هل انت ما كنت كان بتقاومي بياخدني؟ لا، ما كنتش بقدر اقاوم، كنتش اقدر عليه نهائي. كنت حاسه انك انت مش موجوده، انت في مكان تاني خالص يعني. كنت حاسه انك انت مش موجوده، انت في مكان تاني خالص يعني. بالظبط كده. بس هو كان في بعض الشيوخ كانوا بيجوا لي لحد عندي، وفي بعض الشيوخ كانوا يخلوني انا اروح لهم، بس كان الاكتريه اللي هم ناس تقال قوي كانوا هم اللي بيخلوني اروح لهم. حاولوا كتير معايا ان انا يشككوني في مسيحيتي ويقولوا لي ان ديني ده غلط، بس انا ما اديتش الفرصه دي لحد ان انا في لحظه من اللحظات اتخلى عن مبادئي او اتخلى عن حياتي مع يسوع. سنة لأسرتها، ده بعد ما تم أخذ أقوالها بحضور المحامية الخاصة بيها اللي قالت إنه جاكلين تعرضت لضغوط نفسية وتم الاعتداء عليها خلال فترة اختفاء استمرت تقريبا لمدة شهر، وإن الشاب المتهم بخطفها ما زال حتى هذه اللحظة هارب ولم يتم القبض عليه. احنا معانا دلوقتي على التليفون الأستاذة وفاء إبراهيم وهي محامية جاكلين فخري. برحب بحضرتك معانا يا أستاذة وفاء. حضرتك أهلا بحضرتك يا فندم. عفوا. جاكلين نفسها دلوقتي حالتها ايه يا فندم؟ نعم. جاكلين نفسها دلوقتي رجعت في بيتها وحالتها ايه؟ حالتها منهارة جدا طبعا، لانه تم اغتصابها بالعافية بالاجبار تحت ضغط، ويعني حالتها منهارة جدا. نتمنى انه تصل هذه القضية للجاني الحقيقي المسؤول عنها. الاستاذة وفاء السبكي، انا بشكرك على وجودك معانا في الحياة اليوم. معانا شكري عبد الفتاح شكري اللي هو بيقول ومقدم لنا عقد زواج عرفي ان هو بالفعل اتجوزها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا فندم. الدنيا بقت. انت عندك كام سنه يا شكري؟ انا عندي 31 سنه. 31 سنه. 31 سنه. انت تعرف جاكلين؟ من امتى؟ من زمان. لا من زمان. من امتى؟ هي عندها 18 سنه. هي متربيه قدام مني. طب انت خطفتها ليه؟ انا ما خطفتهاش. امال ايه الكلام اللي بيتقال انا خطفتها؟ انا ما خطفتهاش. هي جات لي اتصلت بيا يوم الجمعه الموافق 20/5/2011، قالت لي انها تسيب بيت اهلها لان اهلها بداوا يضغطوا عليها بعد ما عرفوا ان هي بتحبني، وقالوا لها انت جبت لنا العار وبهدلتينا وفضحتينا ان انت حبيت واحد مسلم. وقالت لي انا همشي واسيب البيت ومحدش يعرف عني اي حاجه، ولا اهلي ولا انت. بقول لها ليه؟ طب انت عايز تسيب البيت ليه؟ قالت لي انا كده خلاص زهقت من اهلي، وانا كارهه اهلي وكارهه بالذات خالتي، لان بتطلع خالتها الاستاذه وفاء المحاميه اللي هي بتتكلم في حقي دلوقتي، حضرتك مبهدلاني وفضحاني. خالتها وفاء ديت بتطلع عليها كلام وحش، وانا كنت قاعد عند خالتها في قلب البيت وقالت عليها كلام وحش وبلغتها. قالت لي لازم انت برضه هربت ليه؟ انا قلت لها لو انت عاوزه تمشي استني واحنا نمشي سوا، لو انت فعلا بتحبيني استني واحنا نمشي سوا. اتفقت معاها يوم الجمعه. طب ثانيه واحده معلش عشان برضه اللي بيشوفنا. طب انت شايف من الاخلاق الجيره ومن الرجوله ان انا اتجوز واحده تحت اي ظروف بدون موافقه اهلها؟ لا طبعا، بس هي لما قالت لي انها هتسيب البيت وهتمشي ده ما كانش فيه، كان لازم الشهامه تحط لي ان انا اخدها. الشهامه ان انت كنت تاخدها توديها بيت اهلها. مع حضرتك انا ما كنتش اعرف مكانها. هي كانت هتمشي بعد الامتحانات، والدتها اللي كانت موديها المدرسه، ووالدتها راحت الكنيسه في اليوم ده، وهي قالت لي ان والدتي في الكنيسه، لو انت ما جيتش دلوقتي والدتي رجعت تاني. شكرا. انت عندك اخوات بنات؟ عندي اخوات بنات. ترضى معلش ان واحد تاني يجي يتجوز اختك بالطريقه دي؟ لا طبعا. طب لما لا طبعا انت ما ترضوش اختك، انت عملته ليه؟ انا عملته بناء على رغبتها هي. مش انت الراجل؟ ما كانش اختطاف. هي 18 سنه وانت 31 سنه. انت الراجل. ما كانش اختطاف يا استاذ سيد، ومعايا الادله اللي تثبت لما تبقى 18 سنه خلي بالك بقى. عايز اكلمك بصراحه معلش. ان هي قاصر. هدوقتي على الهواء. مش انت قاصر، هي مش قاصر كمان، انما انت عارف ان البلد فيها مشكله، وعارف ان هي مش على ديانتك، وعارف ان فيك مصيبه، وانت عارف ان دي كانت ممكن تقلب الدنيا. تمام. طب انت انسان واعي، انت بتشتغل ايه؟ انا مهندس كمبيوتر. يعني انت انسان واعي ومش عارف زي ما اهلها بيقولوا عليا. يعني مش عارف ان دي كانت ممكن تعمل فتنه ومصيبه؟ كانت هتعمل فتنه. وانت ما ترضاش ده لاختك، عملته ليه؟ انا عملته بناء على كلامها هي، ان هي كانت عاوزه فعلا ان انا اتجوزها، ان هي سيبت اهلها وهتسيب اهلها عشان خاطري، وهتضحي بكل حاجه، والكلام ده موجود في قلب الفيديو. وتحبها من امتى يا شكري؟ انا بحبها من زمان، من حوالي 8 سنين او 9 سنين. يعني عندها 10 سنين؟ في واحد بيحب واحده عندها 10 سنين؟ ما اعرفش، انا حبيتها وهي عندها حوالي 9 سنين او 10 سنين. وبعدين قلت لها الكلام ده، صدتني في الاول لحد ما قلت لها انا بحبك. كنت عندهم في قلب البيت
زي ما بتقول ان انا اتهجمت عليه في البيت، انا ما اتهجمتش عليه في البيت. اهلك كانوا عارفين الكلام ده؟ اهلي ما يعرفوش. طب اهلها يعرفوا؟ اهلها ما يعرفوش غير بعد ما اختها شافتني ظبطتني في قلب البيت عندهم في قلب البيت. يعني معلش انت كنت بتروح البيت عندهم؟ انا كنت بروح البيت عندهم ومتربى عندهم، وكنت باخد درس عند الاستاذه مامتها. ايوه يعني احنا بيوتنا كلنا مفتوحه لبعض، ما بنخونش بعض، عمرنا ما خدنا بعض. طب ما دي ما تعتبرش خيانه؟ دي تعتبر خيانه مني ومنها، ان هي خانت اهلها وخانتني. لا وانت كمان انا خنتهم. وانت خنتهم؟ انا خنتهم، انا ما انكرش ان انا ما خنتهمش. طب ما دي حكايه اهلها بيقولوا ان انت هددتها؟ انا ما هددتهاش اختها؟ انا ما هددتهاش بخطف اختها ولا اي حاجه خالص. احنا في اسكندريه قالت لي انا اشوف، قلت لها خلاص انا هتصل بواحد صاحبي يبعت لي صوره اختك. وده اللي حصل مني قدام واحد صاحبي هناك في اسكندريه اسمه اسامه، وعاوز يطلع على الهواء يبلغ حضرتك بالكلام ده. ده اذا كان في وقت البرنامج اللي يسمح هيطلع على الهواء ويقول لك ان هي جت معايا بارادتها لحد اسكندريه وقابلتنا هناك وقعدت هناك في قلب البيت. قعدت في قلب بيت مين؟ في قلب بيت واحد اسمه شعبان، رحب بينا ورحب بينا بجد. يعني الراجل ده انا عمري ما اشوف في حياتي اخ ولا ايوه معلش ولا حضرتك معايا انتوا اتنين اصحاب ولا انتوا متجوزين ولا انتوا متجوزين؟ لا طبعا ما رحبش بينا اتنين متجوزين غير لما هي اذا كانت ناويه تخش الاسلام وفعلا اقرت انها عاوزه تخش الاسلام. اقرت انها عاوزه تخش الاسلام وصلت معايا ونطقت الشهاده اكتر من حوالي 10 15 مره 20 تحت ضغوط. ما كانش تحت ضغوط. 18 سنه ايه فهمها حضرتك استاذ سيد ما كانش تحت ضغوط. انت ترضى ان ده يحصل لاختك؟ لا ما رضاش. طيب لما ما ترضاش ازاي حصل ده؟ بس حضرتك واحنا في اسكندريه انا قلت لها انت ناويه تخش الدين الاسلامي في البدايه؟ قالت لي لا. لحد ما هي جت قالت للجماعه وقالت للناس اللي في اسكندريه ان هي عايزه تخش الدين الاسلامي عن قناعه، وبدات تصلي وصلت معايا مغرب وصلت معايا عشاء. انت شكرا معلش انت تعرف يعني الاسلام عشان هي تبقى عارفه؟ لا انا ما اعرفش عن ديني كويس. لما انت ما تعرفش عن دينك كويس هي تعرف ايه عن الدين عشان تدخل فيه؟ حضرتك الناس اللي قعدت معاها، الناس الكبار اللي قعدت معاها، انا مش هقول لك قعدت مع شيوخ، لا ما قعدتش مع شيوخ، قعدت مع ناس كبار وناس عارفين في الدين شويه عني، فهموها قالوا لها دين الاسلام دين الخير، دين سماحه. والدين المسيحي دين خير ودين سماحه. ما حدش بيعترض في كده. بس هي حضرتك بدات تقتنع بالدين الاسلامي، وكنا على ميعاد ان احنا خلاص هتخلص ورقها هي يوم السبت اللي هو بكره الموافق 4/6 كانت رايحه تخلص ورقها، وكنت هخلص ورقها رسمي وهتجوزها رسمي بعقد رسمي. انت دلوقتي كنتوا متجوزين عرفي؟ كنا متجوزين عرفي تاريخ 21. انت ومين ولا انتوا كاتبين ورقه كده؟ لا احنا كتبنا، هي كتبت الورقه بخط ايديها يوم 21/5/2011. هو ده العقد اللي على الشاشه؟ هو ده خط ايديها. ده خط ايديها. مين اللي كان شاهد بقى؟ ما كانش فيه شهود، احنا كتبنا وده جواز ايه ان شاء الله اللي ما فيهوش شهود؟ ما كانش فيه شهود. العقد ده اتكتب في حديقه الحيوان في الجيزه الساعه حوالي 12:30. طب انت دلوقتي انت مش راجل بغض النظر مسلم او مسيحي؟ تمام. عشان يقع الجواز مش انت بتبقى موجود وفي مأذون وما كانش في مأذون بيبقى في شهود؟ تمام. طب هل الزواج يقع وما فيش شهود؟ لا طبعا. يبقى ده مش زواج. ده مش زواج. يبقى ده حاجه ثانيه مش عايز اقولها في البرنامج. طبعا انا فاهم اللي حضرتك عايز تقوله وعارف اللي حضرتك عايز تقوله. انت معلش انت دلوقتي مخطئ ولا مش مخطئ؟ انا مخطئ. انا مخطئ من البدايه. حاسس بالندم؟ انا حسيت بالندم. انت جاي البرنامج تقول ايه؟ انا جاي البرنامج ان انا ابرأ نفسي من تهمه الخطف ومن تهمه الاغتصاب اللي خالتها بتقول عليا فيهم. انا لا خطفت ولا اغتصبت. بنتكم مشيت معايا بارادتها من عند المدرسه يوم 21. يا شكري انت ما تقبلش حد يقول ده على اختك. حضرتك انت اذا كنت جارهم لا تقبل ان حد يقول ده على اختك. يا استاذ سيد، يا استاذ سيد معلش انت جاي تبرأ نفسك تقول انت ما خطفتهاش وما اغتصبتهاش كويس، وبعدين بتقول ان انتوا ضربت الورقه الهبات دي. انت دلوقتي جاي تقول ان انت اخطأت وان انت ندمان. انا ندمان فعلا كويس. انا ندمان اني اخترت واحده زي دي بعتني بعد ما خلاص. لا مش يعني اخترت كل حاجه، بعت كل حاجه والفيديو موجود عند حضرتك. دلوقتي بتكلمني في قصه الحب، انا بتكلم دلوقتي اسمعني بس اتفضل. بكلمك قدام مجتمع اللي انت عملته ده كان ممكن يحرق الدنيا في منطقه صناعيه. تمام. انا مع حضرتك في الكلام اللي حضرتك بتقوله. طيب يا جماعه، طيب ما هو ويعني طب انت اللي زيك بقى اللي بيعملوا كده تقول لهم ايه؟ اللي زي انا بنصحهم ان ما حدش يفكر انه يحب واحده مسيحيه تاني او يفكر انه يخطو خطوه زي كده. لان لو خطوه او العكس، المساله مش مساله مسلم او مسيحي او العكس، او مسيحيه او مسلم. ندمان يا شكري؟ انا ندمان طبعا، بس انا جيت قدام الناس وجيت قدام مصر كلها عشان ابرأ نفسي من تهمه الخطف. انت مش بريء. انا بقول لك ما تزعلش مني، انت مش بريء لما تبقى جارتك و18 سنه بس انا ما خطفتش ورقه. معلش خلاص ما انتش خاطف وما اغتصبتهاش عرفنا، انما كل اللي انت عملته ده خطأ ومستعد ان انا اتحاسب عليه. كل اللي انت عملته خطأ انما انت ما حاسب عليه، بس هتتحاسب عليه زي ما انا هتحاسب عليه. انما انت بتقول ان كل المسائل تمت برضاها. كل المسائل تمت برضاها بس انت مخطئ ونادم. انا مخطئ ونادم. بس يا استاذ سيد قبل اي حاجه
عاوز اوصل لها صوتي دلوقتي ان هي مشاركه معايا في نفس اللي انا شاركت فيه. وفي دكتوره بتاكد كلامي كشفت عليها. لا 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 خلاص انا مش هدخل في المساله دي، الكلام ده يتقال قدام النيابه، يتقال قدام حاجه ثانيه. انما انا اللي انا عايز اقوله انت اخطات. اذا كنت اخطات يعني ايراد، هي كمان اخطات زيك 24 ايراد، وان انتوا بيعملوها فعلا الصغار ووقع فيها المجتمع كله. طبعا مش كده؟ طبعا، وده الكلام فعلا اللي انا بدات اقوله برضو. انا بشكرك يا شكري. انا برضو عايز اقول ان الفقره دي يا جماعه احنا عملناها علشان نقول ان القضايا الكبيره جدا والفتن الكبيره جدا اللي بتحصل ممكن تكون البدايات قصه حب لاثنين صغيرين لم يكتمل حتى يعني النضج العقلي او العاطفي، وتتعمل مساله كبيره جدا عليهم، ولا يشرف الاسلام ولا المسيحيه اذا كان واحد يدخل او يخرج منهم. انما معظم النار كبيره قوي من مستصغر الشر. اتمنى ان اللي بيشوفونا كلهم يعيدوا التفكير في حاجات كتيره جدا علشان ما نقعدش نقول الفتنه ومش الفتنه. بشكرك ويا رب تكون نادم واللي زيك يبقى نادم اكتر باذن الله. بعد الفاصل مع المفكر الكبير الاستاذ الدكتور سليم